اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله، صباح الفل، صباح الورد، صباح التفاؤل، صباح الهنا على عيونكم. ازيكم؟ نعم، عايز ايه؟ بسجل، لو سمحت ما تتكلمش. خليك خليك في حالك. المهم، ازيكم؟ عاملين ايه احلى متابعين مطبخ سحر؟ بحبكم في الله. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في القمر ده؟ ايه رأيكم في الملوخية الخضراء والاكل الجميل ده؟ نسمي الله ونصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومعايا حلة ونزلت بالفراخ بتاعتي. يا سحر، انت هتعملي فيها ايه النهاردة؟ بصوا بقى، انا هعمل غدوة كده سريعة. مش هتاخد مننا وقت خالص. انا هعمل فراخ، بس طبعا انا هعملها عشان عايزة انا الشوربة. وجبت الحلة التانية ونزلت بالمكرونة الاسباجيتا. المكرونة دي احنا بنعشقها، بس انا ما بحبش الطويلة دي عشان تكون يعني طويلة كده، وبقعد اتحايل عليها تخش في المعلقة او في الشوكة، ما بتتعبني. بس ولادي بيموتوا فيها، بيعشقوها يا جماعة، بيحبوها. مين بيحب المكرونة زينا؟ اللي بيحب المكرونة يكتب لنا في التعليقات، احنا بنحبها. واللي بتتابعني يا ريت تكتب لي انت بتتابعيني منين بالظبط. لايك وشير. واللي مشتركش في القناة ينزل ويشترك عشان يوصلوا كل جديد مني. هنا بقى خلاص كده، انا كنت سلقت المكرونة. طبعا المكرونة مية مغلية، تحط شوية زيت، شوية ملح، وتسلق المكرونة بتاعتك عادي خالص. وبعد كده اما تتسلق تتصفى. تمام. الشوربة بتاعتي بقى زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت بصل، ورق لوري، آه بتاع حبهان، قرن فلفل اخضر كده. وحطيت الفراخ بتاعتي تتسلق وتاخد وتدي مع نفسها كده، مع بال ما اعمل الصلصه بتاعت المكرونه. نزلت بحله، ونزلت بشويه زيت ومعلقه سمنه حلوه. ونزلت ببصلايه. يا سحر، هتعملي المكرونه ببصل؟ ايوه، البصل بيديها طعم تاني وبينقلها في حته تانية خالص يا جماعه، في حته تانية خالص. وفي ناس بتحبها بصلصه بس، يعني ما بتحطش اي حاجه الا هي طماطم، تنضرب في الخلاط وتحط على الزيت تتسبك وخلاص. لكن انا بقى بحب اشيصها كده، بحب بصوا احط لها حبه حركات كده. طب ايه بقى؟ خلاص انا خرطت البصلايه وصفرتها كده حلو. تمام لحد كده وحلو. ونزلت بالطماطم بتاعتي اللي انا ضربها في الخلاط، وحطيت الملح بتاعي وشويه بهارات حلوين كده في قلب الصلصه بتاعتي بتاعت المكرونه. وجبت قرن فلفل كده سبايسي. مش عايزه تحطيه ما تحطوش، هو مش اجباري، عايزه تحطيه بارد تحطيه. بس طبيعي المكرونه بتحب ان هي تبقى حراقه شويه، مشطشطه شويه كده. مش عايزه اقول لكم بقى عشان ما تعيبوش عليا، مشطشطه. خلاص. خلصنا من المكرونه وان الصلصه بتاعتي اتسبكت. وهنا جبت الشوربه. طبعا انا قلت لكم انا هعمل الفراخ في شوربه عشان خاطر انا عايزه شوربه. شايفين الملوخيه؟ خرطوها كده ومظبطوها، وخضرة زي النعناع. شيء عارفين النعناع؟ تعرفوه؟ المصريين بس بيتهيألي هم اللي يعرفوا النعناع، عشان بينزرع عندنا كتير. المهم، وهنا جبت بقى الفيجيتار بتاعي، قلبته كده على شوية توابل من عندي، من اللي انا كنت واخداها في التكريم بتاع المهرجان، فاكرينه؟ وجبت وجبت التوم. جبت التوم بقى، وهنزل بالتقلية بتاعت الطشة بتاعت الملوخية. بصوا بقى، وهندلع الملوخية بتاعتنا، والله لا ندلعها النهاردة. بمناسبة بقى ان هي خلاص ماشية ومروحة، مروحة مروحة طول الشتاء ده، بقى هتقعد في قلب البيت، مش هتجيلنا الا في الصيف تاني. وعليكم خير ان شاء الله باذن الله، لو عشنا بقى للصيف الجاي ان شاء الله هتظهر في السوق. إيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى، بصوا الحركة دي. بصوا. كريم كان جنبي والله، بس عمال بيقول لي ايه، هو انت مش هتصوتي او البتاع الحركة اللي بتعملوها دي؟ قلت له لا مش هعملها. قال لي يبقى مش هتطلع حلوه. قلت له ايه؟ هي مش هتطلع الا بالشهقه دي. بيقول لي أصل انا بسمع كده يعني. المهم انا جبت بقى قعد بقى يقول لي بصي لما بروح في اي مطعم ويجيبوا لنا مثلا طاجن الملوخيه ده، ها، ويقعدوا يفضلوا بقى الشيفات بقى يطولوه، يطلعوا فيها كده وينزلوا فيها، يطلعوا فيها وينزلوا. فانا بقول له والله ما هحرمك منها الحركه دي، انا هعملها الحركه دي.
بصوا عملتها مرتين. عملتها مرتين قلت بص، مش بيعملوها كده، قال لي فعلا بيعملوها كده. اوبا. ايه رأيكم بقى؟ الجمال عدى الجمال، جمال عدى الجمال يا جماعة. بصوا ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بألف هنا وشفا للي كان منه. بصوا أكلة كده غدوة بسيطة. إيه مش يعني بصوا إيه، ما عادش في حاجة، ما عادش في حاجة مش مكلفة بصراحة. وقلنا بقى ان شاء الله معانا حد حوش، ومفيش اصلا، ما عادش قرش بيقعد من الغلا اللي احنا فيه. والرجاله مش حاسين بحاجه زي كده. مين بقى؟ مين بقى اللي مش حاسين بحاجه زي كده؟ يعني مثلا لما واحده تقول لجوزها انا عايزاك تزودني شويه في المصاريف عشان المصاريف ما عادتش بالكف، يقوم بقى متحجج لها بحجه كده، يقول لها مش عارفه ايه، استني، يقول لها معلش والله استحمليني، ده ما انا ما زدتش في المرتب، والله ده ظروف البلد مش عارفه ايه. ويقعد بقى ايه يصعب عليها زي ما بيقولوا. بس طبعا يعني مفيش الكلام ده والله يا جماعه، الدنيا غليت بجد، الغلاء اوفر. اوفر ولا اوفر؟ مش وقتك خالص يا ام عبد الله وانت بترني. مش وقتها خالص في الرنه بتاعتها ديت. احنا بنقعد حبة كبيرة نتكلم بقى في التليفون كده ونتحدث، اخوات بقى انتوا عارفين يعني ما بينسوا ساعات نفسهم على التليفون. اه. ايه رأيكم؟ بصوا، بصوا الحركة دي، بصوا الفراخ كانت وهم كده والله، كانت طعمها جدا حلوة. اه. والملوخية كانت طعمة كده وجميلة، وبصوا عاملة ازاي. الجمال عدى الجمال يا جماعة والله العظيم. ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس ليا عشان يوصلكوا كل جديد. واقول ايه تاني بقى؟ مش هقول لكم تاني، بالله عليكم ما تنسوش اللايك عشان خاطر اللايك واقع. و واعذروني لو انا بتاخر في الفيديوهات، اعذروني. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله احاول كده اظبط نفسي عشان انزل ويوصل لكم كل جديد مني. في حد دخل عندي على الخاص وطلب مني اعمل الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى حاجة كويسة، ولازم اعمله عشان خاطر الفيديو طلب مني ان انا اعمله. نعمل حاجة حلوة بقى عشان احنا عملنا حادق كتير، فنعمل نخش بقى في الحلويات شوية ولا ايه؟ ولا نخلينا في الحادق زي ما زي ما بيقولوا. ايه رأيكم؟ خلاص يا سحر بقى انت تقعدي تصوري كده الاكل كتير. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في فيديو تاني.